المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس السياسي أفورقي يسعى للعاصمة الصينية بكين للمشاركة في قمة التعاون الصيني الأفريقي. تنظيم عرض ثقافي بمناسبة الذكرى 63 لانطلاق الكفاح المسلح الإرتري. الأمطار الغزيرة تدمر المنازل في مدينة تسني. النيجر ونيجيريا تعززان التعاون الأمني لمعالجة تهريب الأسلحة وحماية الحدود. إصابة 7 عسكريين أمريكيين بعملية ضد داعش غرب العراق. وقتل جراء إعصار سانشان في اليابان مع تحوله إلى عاصفة مدارية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. وصل فخامة الرئيس السياسي أفورقي صباح اليوم إلى العاصمة الصينية بكين بدعوة من رئيس جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في القمة التاسعة للتعاون الصيني الأفريقي الذي يعقد من 4 وحتى 8 من سبتمبر. تتضمن القمة اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية للتشاور في تقوية التعاون التنموي المشترك. وسوف يلتقي فخامة الرئيس السياسي أفورقي في زيارته رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ وعدد من رؤساء وكبار مسؤولي الدول المشاركة. ورافق الرئيس السياسي أفورقي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. تأسس مؤتمر التعاون الصيني الأفريقي قبل 24 عاما ويعقد كل 3 سنوات. شهدت سينما روما في العاصمة أسمر مساء 31 من أغسطس الجاري عرض ثقافي نظم بمناسبة الذكرى 63 لانطلاقة الشرارة الأولى لكفاح الشعب الإرتري المسلح. وتضمن البرنامج الذي بث على الهواء مباشرة على الفضائية الإرترية لمدة 1.5 ساعة تقريبا، تضمن ألحان غنائية ثورية أبدع في أدائها الفنانون المخضرمون والشباب. كما تخلل الحفل قصائد شعرية بعدد من اللغات الوطنية ورقصة سردية عكست رحلة النضال من أجل الحرية. وحضر العرض الثقافي كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بينهم وزراء، بالإضافة إلى ضيوف من الداخل والخارج. وقد أفادت المعلومات بأن الجاليات الإرترية في الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية والقاهرة بجمهورية مصر العربية ودول أخرى احتفلت بالذكرى 63 لانطلاق كفاح تحرير الشعب الإرتري. في غضون ذلك قالت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في بيان لها بمناسبة الفاتح من سبتمبر 2024: إنه ونحن نحتفل بالذكرى 63 لانطلاق النضال الثوري، فقد تعلمنا أننا كما تغلبنا على صعوبات الأمس سنتغلب على تحديات إعمار الوطن التي تبدو صعبة، وخاصة تأكيد التنمية وبناء اقتصاد قوي. وشدد البيان على ضرورة العمل بثقة وإخلاص مع الحفاظ على مكتسبات نضالنا. نظمت يومي 30 من أغسطس والأول من سبتمبر في العاصمة أسمر حملة التبرع الطوعي بالدم بمناسبة الذكرى 63 لانطلاقة الشرارة الأولى لكفاح الشعب الإرتري في الفاتح من سبتمبر. وقال السيد محاري أبراهام رئيس خدمة التبرع بالدم في نقل الدم الوطني إن أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط وأعضاء جمعية الدفعة الأولى التعاونية للخدمة الوطنية وكذا أعضاء التدريب المهني في بوليتيك وأعضاء إدارة مديرية السنبل اتخذوا خطوة نبيلة للتبرع ب 245 كيس دم. وذكر أن التبرع بالدم طوعا له فائدة في تعويض النزيف الحاد أثناء الحوادث والولادة، ويساعد المتبرعين على معرفة حالتهم الصحية مجانا. وقال إن هذه الخطوة ستساعد في تخفيف النقص الذي قد ينشأ أثناء قضاء الطلاب إجازة الخريف.
وقال رئيس جمعية الدفعة الأولى التعاونية الخدمة الوطنية السيد جمال صالح إن الهدف من المبادرة هو إظهار احترامهم لإحياء ذكرى انطلاق النضال التحرري والحيلولة دون وقوع خسائر في الأرواح بسبب نقص الدم، مشيدا بجاهزية أعضاء الجمعية. وحث المشاركون كافة شرائح المجتمع على القيام بدورها في إنجاح برامج بنك الدم الوطني والجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم التطوعي. دمرت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء 28 من أغسطس المنصرم 369 منزل في أحياء مسكرم وسورة وسلام وشعب وفتح وضاحيتي 13 وستمم. وأفاد المدير التنفيذي لمديرية تسانية السيد تسفازجي أوبازجي بأن الأمطار التي هطلت لمدة يومين متواصلين تسببت في تدفق السيول بشدة من وديان وسهول فانكو متجهة إلى جنوب غرب مدينة تسانية لتسبب أضرارا بالغة في المنازل دون أن تسبب أي وفيات. ويقوم المواطنون وأفراد قوات الدفاع والهيئات بجهود متضافرة لدعم ومساعدة 282 أسرة متضررة من الكارثة الطبيعية، موصيا الجميع على توخي الحذر وأخذ الحيطة في التحركات العامة نظرا إلى استمرار هطول الأمطار. وأضاف أن وحدات قيادة حرس الحدود الشمالية الغربية وشركة السكن للإنشاءات تقوم بصيانة وإصلاح الحاجز الفيضاني الذي جرف بالسيول تجنبا لحوادث مماثلة. وفي الختام أشاد السيد تسفازجي بالجهود المشتركة المبذولة، مناشدا الشعب لتقديم العون للأسر المتضررة. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. على الصعيد العالمي، أفادت وكالة الأنباء النيجيرية أن النيجر ونيجيريا توصلتا إلى اتفاق حاسم لتعزيز تعاونهما الأمني مع التركيز على مكافحة تهريب الأسلحة وتأمين حدودهما المشتركة. وأفاد الجيش النيجيري أن الجنرالين موسى سالاو برمو وكريستوفر موسى رئيسا أركان القوات المسلحة في النيجر ونيجيريا على التوالي عقدا اجتماعا في نيامي بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية. ووفقا للبيان المشترك الصادر عقب اجتماع الجنرالين، فقد التزمت الدولتان بتعميق علاقاتهما الثنائية وتنسيق جهودهما في المسائل الأمنية. ومن النقاط الرئيسية لاتفاقية الاعتراف بالمخاطر الجسيمة المرتبطة بتهريب الأسلحة، وتعهدت النيجر ونيجيريا بتوحيد جهودهما لمكافحة هذه القضية، وكذلك ضمان الأمن على طول حدودهما الممتدة على طول 1500 كيلومتر حسب ما أفاد بيان مشترك. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتركوم أن 7 جنود أمريكيين أصيبوا بجروح خلال الغارة المشتركة التي نفذتها مع قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار بغرب العراق، وأدت إلى مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش. وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن 5 من هؤلاء أصيبوا خلال الغارة، بينما أصيب 2 بسبب سقوطهما، مؤكدا أن حال كل المصابين مستقرة. وكانت سنتكوم أعلنت أن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد، مما أدى إلى مقتل 15 من عناصر داعش. وأضافت عناصر داعش كانوا مسلحين بأسلحة متعددة وقنابل يدوية وأحزمة انتحارية متفجرة. وذكرت أنه لا يوجد ما يشير إلى سقوط مصابين أو قتلى مدنيين في المداهمة. تسبب إعصار شانشان الذي تحول إلى عاصفة مدارية بهطول أمطار غزيرة في اليابان ما أسفر عن مقتل نحو 6 أشخاص. وتحول هذا الإعصار، وهو أحد أقوى الأعاصير التي ضربت الأرخبيل في العقود الأخيرة، إلى عاصفة مدارية مع رياح تزيد سرعتها عن 100 كيلومتر في الساعة، متجها نحو مدينتي هيروشيما وأوساكا. وما زال الوضع معقدا في وسط البلاد وجنوبها، مع سقوط 4 قتلى
وتوقع أن يرتفع العدد إلى 6 وإصابة العشرات بجروح ووقوع أضرار مادية وتعطل كبير في حركة النقل. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا جديدا من وقوع انزلاقات تربة في جزيرة كيوشو وفي جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، وخصوصا في منطقة طوكيو. ومنذ وصول سانشان حضت السلطات أكثر من 5 ملايين شخص على إخلاء منازلهم. اندلعت الفوضى في مدينة كولياكان بغرب المكسيك بعد أن أدت اشتباكات بين مسلحين من عصابات المخدرات وقوات الأمن إلى إغلاق طرق واسعة النطاق وإحراق مركبات. وقالت حكومة سينالوا إن المواجهة بين الجيش والمدنيين بدأت عندما تعرضت قوات مسلحة لهجوم أثناء سفرها إلى بلدية جيسوس ماريا شمال كولياكان. وأغلقت الجماعات المسلحة الطرق السريعة بالشاحنات والحافلات وأضرمت فيها النيران، مما تسبب في اضطراب حركة المرور بشكل كبير وفوضى في جميع أنحاء المدينة. وقالت أمانة الأمن العام في سينالوا إن جنديين أصيبا خلال تبادل إطلاق النار بعد انقلاب سيارة دورية عسكرية. نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يصل إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في قمة التعاون الصيني الأفريقي. تنظيم عرض ثقافي بمناسبة الذكرى 63 لانطلاق الكفاح المسلح الإريتري. الأمطار الغزيرة تدمر المنازل في مديرية تسني. النيجر ونيجيريا تعززان التعاون الأمني لمعالجة تهريب الأسلحة وحماية الحدود. إصابة 7 عسكريين أمريكيين بعملية ضد داعش غرب العراق. وقتل جراء إعصار سانشان في اليابان مع تحوله لعاصفة مدارية. انتهت نشرة هذا المساء، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة ودمتم في أمان الله.